اداره فنيه وشوط اول من جانب الكابتن علي ماهر بالنسبه للنادي المصري يعني بمنتهى الامانه سيئه جدا، ولولا الحظ وعدم وجود التوفيق عند لاعبي نادي الاسماعيلي وتالق الراجل ده حارس المرمى محمود جاد للنادي المصري، الطبيعي النتيجه تطلع 2-3 الشوط الاول في ظل الفرص الكتيره اللي ما قدرش لعيبه نادي الاسماعيلي ان هي تستغلها، والمساحات الرهيبه اللي موجوده في خط ظهر النادي المصري. وبقى لنا يومين ثلاثه والله العظيم بنتكلم وبنقول النادي الاسماعيلي عنده مشكله كبيره جدا في منطقه نص الملعب والسكواد بتاعه محدود، فكابتن ايهاب جلال في عنده احتمال كبير ان هو يغير في طريقه لعبه ويغير في بعض العناصر عشان يعرف ان هو يجاري المنظومه القويه اللي موجوده في نص ملعب النادي المصري والجزء الامامي اللي بتتمثل في ايزي ايميكا ومحمود حماده، والراجل ده اللي هو يعتبر اهم لعيب في الفرقه حتى لو هو في اسوأ حالاته الياس الجلاصي، مع هنا غلاس قناوي مع ميدو جابر مع فخر الدين بن يوسف. وبالتالي الراجل الاحتمال اللي هو يعمله ان هو يلعب 4-2-3-1 ويخلي عمر الساعي قدام هنا محمد حسن وصالح جمعه، وقلت الكلام ده امبارح. وفي احتمال تاني ان هو يغير البوزيشن والتوظيف بتاع ياو انور، بدل ما بيلعب ياو انور سنتر فيرود وما بيستفدش منه وبيفقد من خلال وجوده في الحته دي جزء كبير جدا من قوته الهجوميه من خلال السرعات والمساحات، فهيحط باسم مرسي هنا ويحط ياو انور على الطرف ويحط هنا عبد الرحمن مجدي. الراجل عمل تغييره بسيطه، حط هنا الشبراوي وفضل محتفظ بوجود ياو انور عشان هو عايز يعمل الحته دي ان هو يحط لك هنا محمد حسن يدبدب ويجري ويشتغل وياخد نص الملعب بشكل عرضي، ويخلي الراجل ده هو اللي بيلعب الفرقه. صالح جمعه في ظهر الناس من خلال الكرات الطوليه زي ما انت بتشوف اثناء المباراه بالنسبه للشوط الاول، ويجي في ظهرهم عمر الساعي عشان يبدا ان هو يعمل مشكله للاعيبه نص الملعب بالنسبه للنادي المصري. فتتفاجئ ان كابتن علي ماهر بدل ما يبني على الايجابيات اللي اشتغل بيها في ماتش الزمالك وماتش انبي وتفوق من خلالها بشكل كويس جدا، ان هو بدا يغير نظام اللعب شويه في نص الملعب، بدل من 4-3-3 ل 4-2-3-1 تبص تلاقيه لا بيحول الطريقه وبيلعب 4-3-3 بالشكل ده وبيحط حسن علي وهنا محمود حماده وايزي ايميكا، وبترجع ريما لعادتها القديمه، نفس المشاكل ونفس الاخطاء اللي كان بيقع فيها النادي المصري في بدايه السيزون. وبالتالي انت فقدت جزء كبير جدا. الراجل ده مش موجود والراجل ده مش موجود والراجل ده مش موجود ليه؟ لان اللي بيلعبهم حتى لو هو مش في افضل حالاته مش في الملعب، اللي هو الياس الجلاص اللي عنده الشخصيه وعنده الكوره وعنده الريتم وبيقدر ان هو يبقى همزه وصل كويسه ما بين نص ملعب النادي المصري والجزء الامامي، ويعرف ان هو يشغل الراجل ده ويعرف ان هو يشغل الراجل ده ويعرف ان هو يعمل زياده في ظهر فخر الدين بن يوسف ويعمل لك كثافه في المنطقه دي. فبدات ان انت بدل ما الاسماعيلي هو اللي جاي عشان يلعب على طريقه لعبك وهو اللي يجري وراك وهو اللي يحاول يجاريك في الملعب، لا العكس هو اللي حصل، انت اللي عمال تجري ورا الكوره وانت اللي هتحاول دلوقتي ان انت تخش الجيم وتجاري نادي الاسماعيلي.